السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي وهنتكلم مع بعض في قضية مهمة جدا حصلت الأيام اللي فاتت في المملكة العربية السعودية وهزت الرأي العام. بس قبل أي حاجة ما تنسوش تذكروا الله وتصلوا على أشرف الخلق حبيبي وشفيعي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ويلا بينا نبدأ. بالتحديد في المملكة العربية السعودية كان في شاب اسمه محمد بيقوم بإنهاء حياة زوجته وحماته قدام أولاده التلاتة. بس يا ترى ليه الشاب ده عمل كده وإيه السبب؟ ده اللي هنعرفه مع بعض. بس يا ريت تكملوا معايا الفيديو للنهاية، ولو مش مشتركين في قناتي تشرفوني بالاشتراك في قناتي المتواضعة وتدعموني باللايك والشير. محمد شاب كان بيشتغل ممرض في أحد المستشفيات في مصر، وفي الوقت ده بيقابل زميلة ليه اسمها أسماء بتشتغل ممرضة في نفس المكان، وبيتقدم لخطبتها، لكن أهلها بيرفضوا بسبب إن محمد هيسكن في محافظة بعيدة عنهم، وأسماء كان والدها متوفي ووالدتها عايشة لوحدها، واللي كان مسؤول عنهم وبيرعاهم هم أعمام أسماء. ولكن بعد إلحاح من محمد بيوافق أهل أسماء، ولكن بشرط إن محمد يجيب شقة قريبة منهم. وفعلا بيوافق محمد وبيتجوز هو وأسماء، وربنا بيرزقهم بأول طفل. ولكن بسبب الظروف الصعبة للمعيشة في مصر بتفكر أسماء إن هي تساعد محمد وتسافر تشتغل في أي دولة عربية، وفعلا ربنا بيكرمها وبيجيلها عقد عمل وتسافر السعودية. وفي الوقت ده كان معاها طفلين من محمد، وبتاخد والدتها معاها وهي مسافرة علشان تخلي بالها من أولاد. وبتقول أسماء لمحمد إنها هتحاول تدور على شغل ليه هناك وتبعت له، وفعلا بعد ما بتسافر بفترة قصيرة جدا بتلاقي شغل لمحمد في نفس المكان اللي هي بتشتغل فيه، وبتبعت لمحمد وبيجهز ورقه وبيسافر. محمد كانت معاملته مع أسماء عنيفة شوية من أول يوم جواز، لكن أسماء ما كانتش بتحكي مشاكلها لأي حد، وخصوصا أهلها ما كانوش يعرفوا، لأنهم كانوا من الأول أصلا مش موافقين على جواز أسماء من محمد، لكن أسماء كانت متمسكة بمحمد. المهم بيسافر محمد وبيشتغل، والمشاكل بينهم بتقل كتير عن الأول، وده كان بحكم إن أسماء ومحمد مواعيد شغلهم مختلفة عن بعض. في يوم محمد بيفاجئ أسماء وبيقول لها إنه هيبعت لوالدته ووالده وأخته علشان ييجوا يقعدوا عنده ويقوموا بتأدية مناسك العمرة. وبالفعل بيسافروا، ولكن لما حمات أسماء بتشوف وضعهم وحياتهم بتبدأ تغير من أسماء وتفتعل معاها المشاكل، ووصل الأمر كمان إنها مدت إيديها على أسماء. لكن أم أسماء حاولت تدافع عن بنتها، وأثناء المشاجرة ما بينهم بيدخل محمد وبيفتكر إن حماته بتضرب أمه، وساعتها بيضرب هو حماته ضرب عنيف لدرجة إنه حصل لها كسر في الأنف. وساعتها أسماء صممت على الطلاق وقالت له أنا استحملتك كتير ومحدش بيعرف عني حاجة، لكن ما وصلتش كمان إنك تمد إيدك على أمي. وبيرجع محمد ويتأسف ويعتذر لأسماء ولوالدتها ويقول إن هو فهم الموقف غلط وكان مفكر إن حماته بتضرب أمه. وفعلا بتسامحه أسماء ووالدتها بتتنازل عن المحضر. بس في الوقت ده حماته بتقرر إن هي ترجع مصر وتسيب أسماء وعيالها، وبتستمر حياة أسماء ومحمد لكن وسط خلافات. وفي يوم محمد بيكون في الشغل وبيجي الراجل صاحب الشقة يطلب الإيجار من أسماء، وهي في الوقت ده ما كانش معاها فلوس، وبتتصل بمحمد علشان يجي يدفع الإيجار. وفعلا بيروح، لكن مش عشان يدفع الإيجار، ده كان علشان يضرب أسماء ويعاقبها إن هي بتطلب منه فلوس. وفي الوقت ده أسماء بتصمم على الطلاق وتوصل لطريق مسدود، وفعلا محمد وأسماء بيتم الانفصال بينهم. لكن محمد كان بيغير من أسماء جامد جدا، لأن هي وضعها المادي كان أحسن منه، وكمان كل الناس كانت بتحبها عكسه تماما، وكان عايز ينتقم منها بأي طريقة، وكان دايما بيهددها إن هياخد منها الأولاد.
في الوقت ده أسماء بتبعت لوالدتها وترجعها السعودية تاني علشان تعيش معاها وتخلي بالها من الأولاد، لأن أسماء كانت بتبقى طول اليوم في الشغل وبترجع بالليل. وفعلا بتسافر والدة أسماء، لكن محمد كان دايما بيفتعل المشاكل مع أسماء، لكن هي ما كانتش بتحاول تجادل معاه في أي كلام، وكانت بتخليه يشوف أولاده في أي وقت وفي أي يوم بيبقى عايز يشوفهم كان بيروح ويقابلهم ويشوفهم ويقعد معاهم. وفي يوم بيروح محمد على السكن اللي أسماء ساكنة فيه، بس كان وقت غريب، كان وقت الفجر، وبيقعد يخبط جامد جدا على الباب ويعلي صوته. وساعتها أسماء بتفتح له علشان بتخاف إن حد من الجيران يسمع صوته ويعمل لها مشاكل ويكون سبب في طردها من المكان هي وأولادها. لكن محمد أول ما بيدخل بيبدأ يضرب في أسماء ضرب هستيري، وللأسف أمها ما قدرتش تدافع عنها وراحت بسرعة تجري على حد من الجيران علشان تستنجد بيه. وعقبال ما رجعت الشقة تاني لقت محمد قتل أسماء، ولما حاولت تخرج من الشقة مسكها وقفل الباب وقتلها هي كمان. ساعتها الجار اللي أم أسماء راحت علشان تستنجد بيه حاول يدخل الشقة لكن معرفش، لأن محمد كان قفل الباب، واضطر ان هو يبلغ الشرطة. ولما جت الشرطة لقوا محمد في مكان الواقعة وماسك مشرط، وأسماء ووالدتها مرميين على الأرض وسط بركة من الدماء. وتم القبض على محمد وتم وضع الأطفال في دار رعاية. بجد حسبي الله ونعم الوكيل. إن شاء الله ربنا هيرد حق أسماء ووالدتها ويتحكم بالقصاص العاجل، وربنا يصبر قلب الأولاد ويعينهم ويقدرهم إن هم يتخطوا المشهد اللي شافوا أبوه وهو بيقتل أمهم. بجد حاجة صعبة جدا. وكده خلصت قضيتنا. ما تنسوش اللايك والشير. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.